أشهر مسلسل سوري تسعد هو مخفر الضيعة. من إدلب بدأنا الرحلة باتجاه نقطة بيعرفها السوريين والعرب بالذاكرة، طريق طويل عشنا فيه الفصول الأربعة بيوم واحد، شمس مطر وبرد تماما مثل تقلبات الحياة بهي الأرض. أنا بمكان اتصور فيه أشهر مسلسل سوري، مسلسل ضيعة ضيعة. وأخيرا بعد هذا المشوار الطويل نحن هون بقرية السمرة، النقطة صفر على الحدود السورية التركية، المكان اللي تحول بذاكرتنا لمتنافس الفوقة. بس بالحقيقة هون الضيعة هي وأهلها بسطاء جدا. طبعا في أماكن بهي القريب تقصد الناس لحتى تزورها لأنه تركت شعور جواتنا، مثل هذا البيت مثلا، بيت أسعد. درمل موشي رح درمل. طبعا هدول البيتين اللي دارت حولهم القصة بالمسلسل بيملكهم عائلات من الأرمن، ولحتى تقدر تدخل لازم تدفع مبلغ بسيط كرسوم دخول. كملنا الطريق لآخر نقطة بالضيعة، مخفر أم التنافس، المكان اللي كان يدير أحداث الضيعة، يطل مباشرة على الحدود السورية التركية. الوقفة هون فيها رهبة، جمال الطبيعة عم يواجه قسوة الجغرافيا. طبعا هذا المكان هو المكان اللي دارت فيه أغلب قصص المسلسل، المشاكل اللي بدت بالمسلسل وانتهت بضحكة وتركت أثر فينا. دجالك يوم دجالك لا 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 لا. واليوم بعد أكثر من 16 سنة على تصوير المسلسل، القرية تغيرت كتير. الزلازل اللي ضربت المنطقة تركت أثرها العميق، وأغلب البيوت اللي كنا نشوفها عامرة بالقصص صارت اليوم مهددة بالانهيار أو تحولت لركام. ضيعة، بس هالمرة ضيع مو بالاسم، ضيع بالوقت اللي عم يمر ويغير ملامح كل شيء منحبه.